مع كل تعديل وزاري جديد في حركة تغييرات بتحصل بين قيادات الوزارات، ودي حاجة بقت شبه معتادة في كل الوزارات. والتغييرات دي بيكون الهدف منها فكر جديد وشغل جديد وخدمات كمان جديدة بتقدمها الدولة للمواطنين. مطار القاهرة واحد من الأماكن اللي بتقدم خدمات كبيرة جدا للمسافرين من كل دول العالم، ومحتاج على طول فكرة وإدارات وخطط جديدة، وده بهدف تحديث الخدمات اللي بتقدمها الإدارات المختلفة للمسافرين، خصوصا إن مصر عندها خطة دلوقتي إنها توصل لتحقيق 30 مليون سائح في 2030. الغريب في النقطة دي إن في عدد كبير من الإدارات اللي موجودة في المطار ما اتغيروش من فترات بعيدة، وتحديدا مع 3 وزراء مروا على وزارة الطيران المدني، خصوصا في منصب رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي، ومدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، ومدير العمليات وقطاع الأمن وقطاع العلاقات العامة بالمطار، وقطاعات تانية كتيرة رؤسائها ثابتين مكانهم بدون أي تغيير أو تجديد من فترات طويلة.